اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي بنتكلم عنها. محافظتنا النهارده محافظه من محافظات شمال البلاد، وبتقع سواحلها على شاطئ البحر المتوسط، وهي المحافظه الوحيده اللي بتقع في قارتين. مساحه محافظتنا حوالي 1351 كيلو متر مربع، مدينتين وسبع أحياء. عدد سكانها حوالي 760,152 نسمة. بيطلق عليها المدينة الباسلة. أما بقى بالنسبة لاسم محافظتنا، فالاسم الحالي الذي يطلق عليها مكون من جزئين. الجزء الأولاني هو ترجمة لكلمة ميناء، والجزء الثاني نسبة إلى خديوي مصر. وبيرجع السبب في تسمية محافظتنا باسمها الحالي إن في سنة 1855 انعقدت لجنة دولية مكونة من إنجلترا وفرنسا وروسيا وأسبانيا والنمسا لاختيار اسم محافظتنا الحالي. والموقع الحالي لمحافظتنا كان في العصور القديمة عبارة عن قرية صغيرة للصيادين، وعلى بعد 28 كيلو متر وجدت مدينة ساحلية اندثرت معالمها كانت بيطلق عليها بارا أمون أو مدينة آمون. أما بقى في عهد نابليون بونابرت فكانت بيطلق عليها بيلوث، يعني الأرض الطينية كثيرة الأوحال. وبعد الفتح الإسلامي لمصر أطلق عليها مدينة الفرماء أو الفارما. أعتقد كده الكل عارف الحل. وظلت محافظتنا ثغرا وحصنا وبناء نشطا حتى خدمت سنة 1118 على يد الملك بلدوين الأول ملك بيت المقدس أثناء الغارات الصليبية. وما زالت آثار المدينة القديمة موجودة حتى الآن في منطقة بتسمى تل الفارما. ومن ضمن المدن اللي موجودة في محافظتنا مدينة تينيس، اللي بتعتبر ثغرة بحريا مهمة جدا ومقر للأسطول، وفيها دار لصناعة السفن. واشتهر أهل مدينة تينيس بالثراء والغناء، وازدهرت فيها التجارة وصناعة الملابس، وكانت بتصنع فيها كسوة الكعب. ويكون محافظتنا هدفا لغارات البيزنطيين ومن بعضهم الصليبيين، فأمر الملك الكامل محمد ابن العادل الأيوبي بهدم أسوارها وقلاعها في أوائل القرن السابع الهجري، ومن بعدها هجرها أهلها وتهدمت وأصبحت تلال. وفي 25 إبريل سنة 1859 دشن ديليسيبس بدء العمل في حفر قناة السويس في عهد الخديوي، اللي اتسمت بعد كده باسم محافظتنا. ويبقى احنا بنتكلم على مدينة من مدن القناة أكيد عرفتوها. وفي نفس الوقت بدأ العمل في إنشاء المحافظة بشكلها الحالي. رفع أول علم لمحافظتنا على ديوان المحافظة سنة 1868. وظل تاريخ محافظتنا متأثرا بتاريخ مصر ومتفاعلا مع الأحداث، واللي بيأكد لنا ده دورها أثناء الاحتلال البريطاني منذ 1882 وحتى الجلاء سنة 1956. وفي العدوان الثلاثي كان لمحافظتنا دور بارز جدا استمر حتى جلاء المعتدين في 23 ديسمبر، وسمي هذا اليوم بعيد النصر، وهو اليوم اللي بيمثل العيد القومي لمحافظتنا. تحولت إلى منطقة حرة في 1 يناير سنة 1976 بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كده يبقى أنا حلتها لكم مش سهلتها لكم بس. أما بقى بالنسبة للمعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا، فهي فيها العديد من المتاحف، منها اللي بيحمل اسمها سواء الحربي أو القومي، وكمان متحف النصر للفن الحديث. ده غير إن موجود فيها مبنى الهيئة لقناة السويس، وده يعتبر في حد ذاته تحفة معمارية. وكمان من أهم معالمها السياحية فنارتها القديمة اللي بيرجع تاريخها لسنة 1869. وطبعا ما ينفعش ما نروحش هناك وما نركبش المعدية ونسمع السمسمية وناكل كزبة وكاساتة وأم الخلول. واشوفكم هناك. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف، يا ترى كلها فين النهارده؟